من المياه. ومشروع ثاني هذه المرة يتعلق بتطهير السائل. المتابعة معك الحسن هبان ويوسف ويشو. محطة تحلية مياه البحر جنوبي مدينة العيون تنتج الآن إجمالا 32 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب. وخلال عام 2015 سيتم إنشاء محطة جديدة بتكلفة 300 مليون درهم. القيمة المشاريع المنجزة في إطار تزويد الماء الصالح للشرب لهذه المناطق بلغ حوالي 1,200,200 مليون درهم منذ 75 إلى الآن. ارتفاع تكاليف تحلية مياه البحر كي تصبح مياه صالحة للشرب لا ينعكس أساسا على سعرها، فسكنة هذه المناطق هي الأخرى تستفيد من المياه الصالحة للشرب بنفس الثمن الموجود في مختلف جهات المملكة. وفي مجال تطهير السائل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة تعد الأولى من نوعها في هذه المنطقة، أنجزت ب16 مليون درهم قرب مدينة المرسى على مساحة 5 هكتارات، تعالج يوميا 1200 متر مكعب من المياه العادمة. الناس كانت كتعاني واحد المشكل ديال التلوث البيئي بالنسبه للمنازل، كان كيتكب داك الشيء في البحر وكيلوث البيئه على صعيد المدينه وعلى الصعيد البحري. ولكن اليوم الحمد لله بهذا الشيء اللي شفنا بعينينا كمجتمع مدني شي حاجه اللي هي الحمد لله في المستوى وايجابيه جدا بالنسبه للمدينه. نسبة ربط ساكنة جهة العيون بالماء الشروب تجاوزت 95%، كما تم إنجاز محطات عدة لمعالجة المياه العادمة حفاظا على بيئة هذه المنطقة. في الخبر الاقتصادي، إلى انخفاض